السلام عليكم متابعين، شلونكم؟ وش اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير وصحة وسلامة يا رب. خير الكلام صلاة على محمد وآل محمد. هنا راح اسوي تمن وباقلة. عندي هنا التمن منقعته، وهذا الشبنت مفرزته، وهاي الباقلة عندي اليابسة نقعتها بالليل، والصبح قشرتها وقطعتها بهذا الشكل. حمست البصل وضفت عليه الباقلة، وراح اضيف شوية كركم وابقى احمس بيهم لحد ما تستوي عندي الباقلة، وبعدين اضيف الشبنت. عندي هنا الشبت جامد، راح احط شوية حمسوي الباقلة لحد ما يموع، وبعدين اضيف التمن. وهاي بعد ما حمس عندي ضفت هنا التمن، راح احمسهم شوية ويا الباقلة والشبنت، ضفت عليهم كركم وفلفل اسود وملح وبهارات جدر ريحتهم حلوة. وهنا فورا ماي راح اضيفه على التمن. وهنا بعد ما نشف مايه راح اهدر عليه النار واتركه يتهدى. وهنا بعد ما استوت المنة وصبينا الغدا، وحطيت وياه روبة. غدا سريع وسهل وبسيط وطعمه كلش طيب. اذا عندكم باقلة خضرة مفرزين هم يصير، بس انا ما عندي باقلة خضرة، نقعت من هذا اليابسة وصار طعمها نفس الشي. وبعد ما تغدينا والحمد لله والشكر، وهنا يوم ثاني رحت البيت اهلي. هاي الصبح صورت لكم الطريق. لنا بالله آمال وسلوى، وعند الله ما خاب الرجاء. إذا اشتدت رياح اليأس فينا سيعقب ضيق شدتها الرخاء. فبعد العتمة الظلماء نور، وطول الليل يعقبه الضياء. أمانينا لها رب كريم، إذا أعطى سيدهشنا العطاء. ستأتي عليك فترة أثقل من الجبال، ليس لتكتئب إنما لتقترب، سيدبرها الله، لا تقلق. وهنا بعد ما وصلنا والحمد لله والشكر، وهنا وكل صلاة الظهر. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب.
وهنا العصر قد خلنا نصور هالمناظر الحلوة. الجو كان كلش حلو، الشمس والخضار. هنا عندي شوية فراشات راح اغسلهم. وهنا بعد ما خلصت غسل الفراشات وشريتهم ونشفت الطارمة. وهنا بيوم وفاة الزهراء عليه السلام، وسويت ثواب ووزعت. سويت شوربة ماش ولوبيا. نقعت الماش من الصبح كيلو ونص كيلو لوبيا وكيلو تمن عنبر. وهنا بعد ما نقعتهم من الصبح والظهر سلقتهم، وهاي العصر طبختيه ونسيت ما صورت لكم، بعدين بالاخير تذكرت يا صورت. هنا بعد ما طبختيه وكملت ولبلبي هم حطيت عليه وصار طعمه كلش طيب. وهنا حتى رقاوي قامت تحمس وياي الجدر، انطيتها المس وخليتها تحمس الجدر. قلتها ان شاء الله الزهراء تعطيك مرادك، بنت مريضة ومحتاجة دعواتكم، ودعوة 40 مسلم مستجابة، بحق محمد وآل محمد يشاف لي اياها.
والزهرة أم الحسن إن شاء الله تدبر علاجها وعمليتها إن شاء الله بحق الزهرة. ودعواتكم لا تنسون بنتي من الدعاء، بدها عملية وكلش صعبة عمليتها، وأنا بعد ما صبيته وكملت وانطيته للجهال وزعوه. يا رب ثواب الواصل وصحة وعافية للجميع يا رب، ويرحم موتانا بحق الزهرة. واللي هنا ينتهي فيديونا، أترككم في حفظ الرحمن، مع السلامة.